يعتبر سلاح الرمح رمزا للتحدي والعدل والقوة إذا ما استخدم في معسكر الخير ضد الشر، ويكون رمزا للظلم والعدوان والإرهاب ما دام في معسكر الشر. وبهذا العنوان تتواصل الاستعدادات الفنية لعرض عمل مسرحي نجفي مشارك في مهرجان المسرح العراقي الأول ضد الإرهاب من خلال مسرحية الرمح. شخصيتي هي شخصية الكاتب الشاهد على العصر، الشاهد الذي عاش كل المراحل التاريخية من الماضي وإلى الحاضر، وعاش الإرهاب في ذلك الزمن وفي هذا الزمان. فقضية الرمح هو ذاك الرمح الذي تحول من رمح السوء إلى رمح الحقيقة، وامتدادا وانعكاسا وكذلك إسقاطا على المعنى لهذا اليوم، هذا اليوم الذي نقف جميعا به أمام رمح السوء وهو داعش. ومحورية الرمح في هذا العرض المسرحي هي لتصوير الواقع الذي يمثل الصراع الأزلي ما بين الخير والشر في كل مكان وزمان، ولعل الرمح الذي استهدف الأخيار بالأمس هو نفسه اليوم يستخدمه الدواعش في قتلهم للحياة. أعطني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا مثقفا. مسرحية الرمح. تبا لي من رمح بارد يصدح شررا من قذفة الصمت. هذا هو ما كتبه دخيل العكاشي وما خرجه دخيل العكاشي في مسرحية الرمح. ألا تدرك ألمي؟ ألا تدرك ألمي؟ ألا تدرك ألمي؟ الأم العراقية لها حكاية خاصة في مسرحية الرمح، والتي تستعد لتقديمها فرقة الملتقى الثقافي في النجف الأشرف ضمن فعاليات مهرجان المسرح العراقي الأول ضد الإرهاب، والذي ستنطلق فعالياته بعد أيام. ابني كبرت شظية جرحك حتى صارت رأس رمح. نجد أن المرأة العراقية قد أعطت كثير من التضحيات، وإلى حد الآن وهي مواصلة بها تضحياتها هذه. نجدها أنها صامدة وأعطت كثير من الشواهد على ذلك في آمرلي وفي تكريت وفي كثير من المحافظات، في المحافظات الجنوبية والشمالية على حد سواء، الغربية والشرقية أيضا. وحتى قبل أن يولد الطفل العراقي فإنه يعيش المعاناة، وكأن قدره يريد له أن يكون شاهدا على جرحه الأزلي. أنا ثائر لعمري يا عراق، أنا ثائر لدمي يا عراق، ستبقى قمرا على جبيني يا أبي الشهيد. ولأن للرمح صولات مع التاريخ، لذا كان اختيار أدق تفاصيل هذه المسرحية منسجما مع التاريخ. كانت الأجواء المسرحية يعني هي أجواء تاريخية، فصار اختياري على الموسيقى أن تكون موسيقى مقاربة للواقع التاريخي لمسرحية الرمح. وإذا كانت مسرحية الرمح تمزج ما بين الماضي والحاضر، فإن اختيار الرمزية التاريخية لسلاح الرمح تدل على الاستمرارية في الجهاد ضد الطغاة. هذا المهرجان هو دعم القوات المسلحة ولثوار العشائر والحشد الشعبي والبيشمركة، تثمين لجهودهم ودمائهم اللي تسير على أرض الوطن حتى يعني نزهوا بالحياة. حقيقة يجب علينا جميعا الوقوف وقفة واحدة من أجل العراق، من أجل البلد ما يمر به من ظروف، العمل ضد الحملة الإرهابية اللي يقودها داعش وتحت مسميات أخرى لبلدان أخرى تريد النيل من العراق والتدمير حضارة البلد. المسرح النجفي كان ولا يزال رائدا في توثيق مجريات ما يحدث حتى في أحلك الظروف. لبرنامج الصباح العراقية، عبد المنعم الأسدي، النجف الأشرف.